أصدقائي الشباب، كثير من الحقائق كانت في الأصل خيالا، ومصر سنة 2000 هي حقيقة قادمة يجب أن نتخيلها قبل أن نفاجأ بها. ماذا لو تخيلتم معنا؟ طيب خليني أبدأ الحلقة زي أي موضوع تعبير وأقول لك إن مما لا شك فيه إن سنة 2000 أي الألفية الجديدة كانت بداية لكل حاجة جديدة. هنتكلم في الحلقة دي عن المزيكا خصوص المزيكا في الألفية الجديدة، يعني تملي معاك وآيا ليل وميلودي ومزيكا. الناس بتستنى الألبوم ينزل على شريط كاسيت، يمتلك ألبوم فنانه المفضل بطريقة فيزيكال مش مجرد أغنية على النت. فجأة بدأ جيل جديد يظهر، أصوات جديدة وألحان جديدة وكلمات جديدة، جيل مختلف فعلا. ناس بدأت من الصفر وناس ظهرت عن طريق شركات إنتاج. أنا شايف إنها غيرت السوق ساعتها تماما، زي عالم الفن والفري ميوزك، وظهر عباقرة في الكواليس بيلحنوا وبيكتبوا وبيغيروا شكل الأغنية المصرية من غير ما نعرف شكلهم حتى، في عصر ما قبل السوشيال ميديا وكل الكلام ده. ولحد 2010 ناس لمعت وناس اختفت وناس طلعت من وسط الزحمة وكملوا فعلا، وانتقلنا من الكاسيت للسي دي والتسريبات والنت. تقدر تحمل بقى الألبوم، وفقد رونق الفيزيكال اللي كنت بكلمك عليه. الحلقة دي مش مجرد استعراض أسماء، تقدر تعتبرها خريطة لبدايات جيل كامل. أنا رامز جلال ودي البرسونا، والنهارده هنتكلم عن جواهر ظهرت من سنة 2000 لحد 2010. باك ان ذا كيتشن. طيب قبل ما نبدا الحلقه عايز اقول لك ان السيزون ده برعايه ميركوري ستوديوز، بيقدموا مزيكا بين القديم والجديد، بيستخدموا التكنيكس الجديده في الفيديو كليبس بالاي اي. لينكاتهم كلها في الديسكربشن، تقدر انك تدخل وتتفرج وتسمع وتسيب كومنت في التراك اللي عجبك، تديهم نوتس وتقول لهم رايك. ولو انت شايف في نفسك ان عندك موهبه سواء كانت غنى او تلحين او اي حاجه، تقدر انك تتواصل معاهم وان شاء الله هيوفروا لك فرصه انك تدخل الفيلد ده. فبس كده، لينكاتهم كلها في الديسكربشن، ما تنساش تدخل وتقول لهم رايك. البوستر يا لهوي. من اسطوانة بلاك لشريط كاسيت إلى اسطوانة ليزر، ثم من اسطوانة ليزر يختفي شريط الكاسيت، وداونلود وإنترنت ورينج تون على الموبايلات، وكل دي مراحل لازم أكون أنا سابق فيها. عايز أبدأ طبعا بأغلى ألبوم في السوق ساعتها، اللي بسببه رفعت شركة عالم الفن سعر شريط الكاسيت ل 10 جنيه، وده لأول مرة في تاريخ صناعة الكاسيت في مصر، بسبب إن الألبوم بقى 10 أغاني بعد ما كان 8 بس. وقال الموزع طارق مدكور إن الألبوم هو بداية موجة النيو بوب في مصر، واللي بالمناسبة كان نقله في الاسلوب الدارج لتنفيذ الاغاني. يعني مش بس غلينا الكاسيت علشان بقوا 10 اغاني، لا، علشان حصل تطور فعلا. ولو انت من الجيل ده وحضرت التغير ده، فاكيد انت عرفت الالبوم اللي احنا بنتكلم عليه. بما اننا بنتكلم عن الانطلاقات، فلازم نذكر ان الالبوم ده كان انطلاقه لجيل من الشعراء زي امير طعيمه وربيع السيوفي وملحنين زي عمرو مصطفى. اكيد انت عرفت ايه هو الالبوم. ايوه، هو تملي معاك. في الماستر بتاعه الالبوم واللي هي تملي معاك، كانت تعتبر اول تجربه للشاعر احمد علي موسى الله يرحمه، لما بعت الاغنيه في البريد على عنوان بيت عمرو دياب وساب اسمه ورقم تليفونه. والاغنيه عجبت عمرو جدا، وكانت اول اغنيه تتسجل في الالبوم، واللي تعتبر مصدر الهام للمطربين في العالم كله. ساعتها عملوا منها عشرات النسخ بعشرات اللغات. مش بس كده، احمد علي موسى عمل اكتر واحد بيحبك ساعتها لعمرو دياب برضه، وجدت صالحني لمصطفى قمر، وانت اخترت لتامر عاشور بعدها، واغاني كتير قوي لرامي صبري كسر الدنيا حرفيا. وربيع السيوفي عمل ساعتها عارف ليه انا قلبي اختارك بكلمات جديده جدا وشكل مختلف، وكان بدايه حقيقيه كمان للملحن عمرو مصطفى. ونوت كده سريعه، الناس دايما بتقول ان اول حد اشتغل مع عمرو مصطفى هو عمرو دياب. دي معلومه مش صحيحه. عمرو مصطفى اشتغل مع ناس قبل عمرو دياب، لكن تعتبر الانطلاقه الاقوى ليه وبدايه كل حاجه كانت مع عمرو دياب، بحيث قدموا عمرو للجمهور سنه 99 في خليك فاكرني. وبعدين في سنه 2000 العالم الله وبعترف واعمل ايه، واستمر بعدها في تقديم كتير من انجح اغاني عمرو، اكتر واحد وصدقني خلاص واحبك اكرهك وليلي نهاري طبعا، وغيرهم كتير. من اعظم البدايات والانطلاقات اللي لازم نتكلم عليها كانت اليسا، لما نزل البوم بدي دوب في 99. البوم باع كتير جدا لمده سنتين كاملين. بعد مرور 25 سنه على الماستر اللي هي بدي دوب، فضلت لحد دلوقتي محققه نجاح وبترجع ترند تاني على السوشيال ميديا، والفيوز بتاعتها بتزيد بشكل رهيب على يوتيوب. تقريبا دلوقتي واصله 50 مليون، وزادت في الفتره اللي فاتت بمعدل كبير قوي. بعدها في سنه 2000 بتعمل الدويتو الشهير بتغيب وبتروح مع راغب علامه، كان من ضمن اغاني الالبوم الثاني لإليسا اللي هو واخرتها معاك. كان ساعتها في التوب 3 في الالبومات الاكثر مبيعا. وشوف كان بينافس مع مين؟ البوم عشق البنات لمحمد منير وتملي معاك عمرو دياب، صدر منه 120 ألف نسخه بسبب ضخامه الطلب عليه. واستغل راغب الشغله دي وضم الاغنيه للالبوم بتاعه اللي هو سهروني الليل. واكيد انت لو بتقلب على تيك توك او انستجرام، فانت لاحظت ان اغاني اليسا اللي كانت في البدايه قوي رجعت مؤخرا ترند. تيك توك مثلا على قد ما انا مش بطيئه، بس هو منصه مهمه جدا لاحياء اغاني كتير قوي
مش بس الاليسا، اغاني كان مستحيل يعرفها الجيل ده. شجر الليمون دي مثلا، حد كان ممكن يعرف شجر الليمون من الجيل الجديد؟ لولا اللي هي طلعت في الفيلم بتاع عصام عمر اللي هو البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، والناس عجبتها الاغنيه وبدات تتشير على تيك توك. انا بصراحه تيك توك بالنسبه لي هو خطوه حلوه قوي ومن اهم المساهمين في تحسين الذوق العام اللي بقى زي الزفت. وفي 2003 كان عندنا الثلاثي محمود وتاكي ومايكل، يعني MTM، شباب سنهم ما بين 18 و 19 سنه، قدموا احد انجح الاغاني الشبابيه ساعتها، امي مسافره وبعدها تليفوني بيرن في 2004. بعدها اختفوا بسبب خلافات مع الشركه المنتجه وعقد احتكار كان مدته 7 سنين، وبعدها رجعوا في 2018 بسنجل وحاولوا يستمروا لحد 2021، بس للاسف في 2023 اعلنوا نهايه الفرقه في بوست على بيج MTM في فيسبوك مكتوب فيها النهايه. واستكمالا لنجاح الفرق سنه 98 في 4 شباب اصحاب من زمان كونوا فرقه للعزف بس. في 2003 ظهروا باسم واما، نادر حمدي، احمد الشامي، احمد فهمي ومحمد نور. نزلوا البوم لوحدهم في الاول كتجربه بعنوان يا ليل، وكانت الهيت في الالبوم ده هي اغنيه محتاج لعينيك يا ليل، واللي مؤخرا برضه رجعت ترند على تيك توك، ودي اللي كانت سبب نجاحهم ساعتها. بعدها عملوا اغنيه مشوار طويل في فيلم تيتو سنه 2004. ساعتها طارق العريان كمل معاهم واخرج كليب في انجح البوم ليهم اللي هو يا غالي عليا سنه 2005، وكان انتاج مزيكا. الهيت في الالبوم كانت تحليف لا صدق، وطبعا ده كلام. في الفتره الطويله دي نزلوا 3 البومات بس، اخرهم كان الصيف ابتدى في 2019 اللي كان فيه اغنيه بنتهرب. ساعتها تقريبا انا كنت في ثالثه اعدادي حاجه زي كده، وكان يعني هاف عليا قوي ان انا اقعد اشغل نجوم FM مش على الراديو، لا على التلفزيون. فساعتها كنت بحب انا اسمعها قوي واستنى يجيبوها، لان ساعتها كانت الشركه تقريبا اللي عامله الالبوم ده كانت نجوم FM حاجه زي كده، فكانوا بيعيدوا ويزيدوا فيها كتير قوي. فبنتهرب اغنيه تحفه. وبعيدا عن واما، محمد نور ليه هيتس كتير برضه. حياتي مثلا مش بحبها قوي بس بحب جدا سكتي وعادي. محمد نور ليه نبره صوت معينه، هي مش اعظم حاجه في الدنيا بس هي حنينه كده، وساعات بحب اني ادخل اسمعه، وخصوصا سكت، وخصوصا بقى السولو اللي في سكت. ليه بنحط مخده؟ محدش سأل نفسه ليه راسك تبقى اعلى من جسمك شويه؟ عشان هذا السائل ضغطه ما يعلاش، ضغطه لو عالي بيعمل مشاكل كتير جدا. ايوه بالظبط اللي بيتحط في فيديوهات دكتور حسام موافي. وبرده خلينا نتكلم عن نادر حمدي بعيدا عن واما. قدموا عمرو دياب لاول مره كموزع في البوم ليلي نهاري سنه 2004 في اغنيه ليلي نهاري وريحه الحبايب ويدق الباب وقصاد عيني وخد قلبي معاه وايه اللي هي وحشتيني. تقدر تقول 85% من الالبوم نادر حمدي شارك فيه، ودي كانت انطلاقه قويه جدا ليه في التوزيع. وبعد التاريخ ده كله فضل انه يكمل في التوزيع، واعلن السنه دي انفصاله عن واما بسبب انه كان عايز يركز اكتر في حاجه واحده ويبعد عن الغنى، وده في حد ذاته ذكاء. وطبعا النصيحه اللي قدمها نادر لجيل كامل، وانا شخصيا مش من الجيل ده بس انا بعمل بيها لحد النهارده بصراحه. في يوم من الايام وهو سايق كده قرر انه يقول لك سيبها بظروفها. سيبها بظروفها، ما يمكن تاني نشوفهاش، ويمكن وقت نشوفها نعرفها. والبدايه الاشهر تامر وشيرين. اتعرف نصر محروس على شيرين وهو بيعمل كليب وحداني لخالد عجاج، عجبه صوتها جدا. عملت شيرين اول اغنيه ليها واللي هي بحبك مع محمد محي، في حين اللي تامر اول ظهور ليه كان في البوم فري سنه 2000 باغنيه واحده اللي هي انا شكلي هحبك ولا ايه. باقي الالبوم كان فيه طلعت زين الله يرحمه وبهاء سلطان ودويتو ليا دنيا محمد منير وخالد عجاج. وبعدها اجتمع تامر وشيرين سنه 2002 في البوم فري ميكس 3، اغنيتين دويتو لو كنت نسيت ولو خايفه، و4 اغاني لتامر و4 تانيين لشيرين. وكانت يا ليل هي الظهور الرسمي لشيرين على التلفزيون، ميزت بحركاتها ورقصها العفوي وشكلها الغريب ساعتها. مين دي اللي قص شعرها ده وده ايه ده الصبغه دي وايه المنظر ده؟ كانت ساعتها هي اقرب للبوب والاغنيه الشعبيه اكتر من تامر. الاغاني كانت رومانسي وحزين، كان بيحاول ان هو يحافظ على البيرسونا بتاعت اللي هو ايه الواد الرهايف. كان بارز ده قوي في اول كليب لتامر اللي هو حبيبي وانت بعيد. وحقق الالبوم ايرادات عاليه جدا، وصورهم كانت بتتصدر واجهات محلات الكاسيت. ساعتها ما كانش في حاجه اسمها شيرين عبد الوهاب، كانت شيرين يا ليل. ورجوعا لصانع النجوم نصر محروس، ودي حاجه حزينه جدا يعني ان انا بقول كده وانا مش مبسوط عشان اللي هقوله لك كمان شويه. اتعرف نصر محروس على بهاء سلطان لما قدموا ليه مصطفى كامل، وكان اول تعاون بينهم في اغنيه احلف من كلمات مصطفى كامل سنه 98، والبوم يا اللي ماشي، وبعدها 3 دقايق وقوم اقف وكان زمان، لحد ما اختفى بهاء سلطان في 2014 بسبب مشاكل في العقود والشروط الجزائيه مع نصر محروس، وكلام حزين جدا يعني مش عايز اطول فيه، وده اللي انا زعلان بسببه بالمناسبه. لحد ما في 2017 ظهر بهاء مع اسعاد يونس، وهنا كانت اول دعوه
الصلح بينهم، وبالفعل في 2021 حصل الصلح، ومن بعدها نزل بهاء ألبوم سيجارة، واللي كان فيه الأغنية اللي رجعت بهاء للساحة اللي هي تعالى دلعك، بعد غياب أنا شايف إنه أثر على تاريخه جدا في الفترة دي. هو وقف كتير قوي، الوقت ده كله كان يقدر إنه يكسر الدنيا ويعمل مكتبة فيها أضعاف اللي هو غناه. معلش يعني يا جماعة لما بنقابل حاجة لبهاء سلطان بنشيرها ونقول الله وبتاع وأحسن صوت وأجمد صوت، بس بهاء بيه اتنسى، ودي حاجة حزينة جدا، كان السبب فيها هو توقفه كل الفترة دي. كان في بقى ظاهرة برامج اكتشاف المواهب، كان ليها دور كبير جدا في بدايات ناس كتير، منهم اللي كمل ومنهم اللي اختفى ومنهم اللي نجح جدا وبعدين اعتزل. يعني مثلا عندك ستار ميكر في 2002، مش كتير يعرف البرنامج ده، بس كان بداية لبرامج المسابقات اللي من النوع ده. كان فكرة طارق نور بيقدمه أمير كرارة، ولجنة التحكيم فيها حلمي بكر، حسن أبو السعود نقيب الموسيقيين ساعتها، وعازف موسيقى لن أعيش في جلباب أبي يعني لو تعرفها، والشاعر بهاء الدين محمد، وجيهان الناصر مدربة الأصوات. واخدت لقب سوبر ستار ميكر ساعتها شاهيناز بعد ما غنت قولي قولي وابهرت اللجنه وكسرت الدنيا. عملت البوم مع عالم الفن وللاسف ما نجحش، بعدها مضت مع روتانا، بعدين اختفت فتره ورجعت مؤخرا محجبه وبتحاول ان هي ترجع للساحه مع مزيكا. اتعمل منه سيزون تاني في 2004، كان في حجازي متقال وهو اللي كسب بتصويت الجمهور وشهاده عظيمه جدا من حلمي بكر، ومن هنا بدا مشواره الفني في احياء التراث والفولكلور المصري. وفي نفس السيزون كان في اساف اللي ظهر باغنيه عاشق بحبك، لكن للاسف برضه اختفى. وبعده يجي العظيم المشكل لطفوله ناس كتير وهو ستار اكاديمي، بكل القرف اللي فيه والتسريبات وكل القرف، بس هو برضه كان ليه رونق. برنامج لبناني مكون من 11 سيزون، كان في شباب من الوطن العربي كله قدم وجوه كتير جدا، ناس كتير قوي اتعرفت بسببه ورجعوا اختفوا. عندك مثلا محمد عطيه كسب اول سيزون وعمل البوم وفيلمين نوعا ما معروفين، درس خصوصي ماشي يعدي، وعلى الطرب بالثلاثه واحد من ازبل الافلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. هو مؤخرا بيطلع يتريق عليه. محمد عطيه ما اختفاش، بس جت عليه فتره يعني في الفتره دي كده، وبعدها عمل حاجات غريبه كتير قوي، بس بحترمه قوي وبحبه قوي. رقم واحد عشان هو دمه خفيف، رقم اتنين لان هو معترف بحاجه زي دي، بيطلع يتريق على نفسه على فيسبوك، وده مش من باب كل نفسك قبل ما حد ياكلك والشغل ده، لا هو فعلا مستحقر اللي هو كان بيعمله زمان. ظهر بعدها ناس كتير زي مثلا جوزيف عطيه، نسمة محجوب، ومحمد شاهين، وهاني حسين. مش ناس كتير تعرف هاني حسين، ومش المفروض ناس كتير تعرف هاني حسين بالمناسبه، يعني هو مش اعظم حد في الدنيا، ما عملش حاجه يعتبر، بس في كليب كده عمله اغنيه اسمها ما تغيبش عليا، وهي مكونه لطفولتي، مش مميزه يعني، هي حلوه بصراحه بس مش عظيمه، بس انا مرتبط بيها قوي عشان الذكريات. ما تغيبش عليا وابعتلي يا ريت كل شوية طمني عليك، وكفاية عليا هتسيبها ليالي كتير جاية تشتاق عليك. وظهر بعدها ادهم نابلسي اللي بعتبره نجم اكس فاكتور، مع انه مش هو اللي كسب في الاخر، بس قدر يحقق نجاح كبير قوي من ساعتها لحد 2021 لما اعتزل. كان من اكتر الناس اللي بتتسمع في 2018 2019 باغاني كتير، مش هنذكر حاجه فيهم ولا هنحط اي حاجه فيهم لان هو الراجل زي ما قلت لك اعتزل يعني في 2021. وعندك بقى قناه ميلودي، وبعيدا عن القذورات اللي كانت في ميلودي، بس القناه دي كان فيها يمكن 90% من اكتر اللي مخاخل كرييتيف في الصناعه طول الفتره دي. ظهر فيها كميه ناس وكميه كليبات شكلت اول 10 سنين من الالفيه الجديده، منا ونهله احكيلي، وشاندو وعبد الهادي وام عبد الهادي واللي جابوا عبد الهادي، طلعت ترند تاني مؤخرا برضه على تيك توك بالمناسبه، ويارا كنت بحبها جدا، والكليب الشهير وصى فيا عامل لي بحنيه يلا عايش فيا على طول وبتاع، وكليب صدفه وما يهمك بحبها قوي، لحنها ممتع كده، وماريا طبعا ويلعب العب العب. الكليبات دي كلها والوقت اللي نزلت فيه ده مش جيلي خالص، بس نظرا للعائله الكريمه سنهم صغير يعني، فده اللي سمعهولي في طفولتي واتعلقت بيه جدا. استغلت ماريا نجاح العب وعملت اغنيه رقيقه بعدها بكليب رقيق بعنوان تعالى بس، والاختفاء
على طول برضو بعدها. جوزيف عطية برضو بالمناسبة كان عامل كليب تعب الشوق. هيثم سعيد والموديل ذات الحجاب البومبيه وكليب هم مالهم بينا يا ليل. عبد الفتاح الجريني طبعا اشوف فيك يوم، وهيتس تانية كتير حبهم لقلبي هي جنبك على طول في البلاي ليست بتاعتي لحد النهارده وبسمعها كتير. هيثم شاكر والموديل اللي عينيها جننت الجيل كله في كليب خليك جنبي. مدلين مطر بقى وحلاوه مدلين مطر الاغاني طبعا اللي كانت في فيلم اخر كلام. بحبك وداري وببساطه كده، ببساطه كده رخمه قوي بس بحبك وداري جميله. ياسمين نيازي قليل الحيله وشكلك هتوحشني. بس هي ومدلين مطر غالبا كانوا على روتانا ما كانوش على ميلودي. وظهرت ظاهره حيرت العلماء ودمرت ثقه الجيل وخصوصا الرجاله يعني، وهي ظاهره المهند او الكيفيناش ولا الكيفنتاش ولا مش فاكر كان اسمه ايه. فظاهره الكيفنتاش العشق الممنوع ونور مهند ويا ابويا بقى. تم استغلال هذا الكيفنتاش من قبل رولا سعد بما انه كان نار على زيت حار ساعتها، وسكن اوضه نوم البنات على كل سنتي من الحيطه كان يوجد الكيفنتاش، وكان جزء ما هو اسمه كيفنتاش ولكن ما علينا يعني، وكان جزء لا يتجزأ من الموبيليا في كل البيوت المصريه وخصوصا اوض النوم زي ما بقول. تم استغلاله بقى ايه من قبل رولا سعد زي ما قلت لك في اغنيه ناويها له والكليب الايقوني. رولا برضو عملت كليب انا بعشقه جدا مع صباح، ريميك لاغنيه يانا يانا اتكلمت عنه قبل كده في حلقه ازاي تعمل اغنيه ترند. بعد كل الكلام ده انا مستحيل اكون حصرت 80% حتى من اللي ظهر في الاوقات دي، بس اللي اتكلمت عنه هو اللي معلق معايا حاليا ولسه لحد النهارده بسمع كل الناس اللي انا اتكلمت عنهم دول. فريت تشاركني بالناس اللي ظهرت في الفتره دي واللي انت كنت متعلق بيهم سواء انا ذكرتهم او ما ذكرتهمش. مهتم جدا ان انا اسمع ارائكم سواء في الحلقه او في الناس دي. وبس كده، ما تنسيش انك تعمل لايك وسبسكرايب لان ده بيساعدني ان انا اكمل في المحتوى اللي زي ده.